ازاي تجنن الشخص اللي بيحرجك قصاد الناس او بيحاول يستفزك او بيهددك كل شوية انه هيسيبك ويمشي، وكل ده بخدعة نفسية واحدة بس هتعملها. الخدعة دي ان هو لما يجي يكلمك في حاجة وهو فاكر ان هي هتحرجك، ساعتها اتكلم في الحاجة دي اكتر ما هو بيتكلم، واديله تفاصيل اكتر عنها، وكمان اديله اوبشنز تانية. يعني مثلا لما يجي يقولك انا شفتك كده نازل من عربية اللي هي الموديل القديم جدا ده، هي دي بتاعتك؟ ساعتها اقعد اتكلم عن العربية اكتر بالتفصيل الممل. يعني هو عمل منشن لحاجة فاكر ان هي هتضايقك، رحت انت اتكلمت في تفاصيل اكتر عنها بدل ما تخبيها. المثال التاني، لما شخص كل شوية يهددك ان هو هيسيبك، وكل شوية يجيب سيرة الموضوع كأنها حاجة عادية، او كل شوية يلمح انه هيسيبك عشان تخاف، ساعتها قوله ان مفيش مشكلة وساعده بأوبشنز تانية. يعني قوله مفيش مشكلة، او ممكن ان احنا نسيب بعض بس ما نحسسهمش قوي ان احنا اتخانقنا، يعني بلاش نعرفهم ان حصل خناقات وكده، ايه رأيك؟ عشان ما يحسوش ان كان في مشاكل وكده. او ممكن برضو يعني واقعد بقى ادي اوبشنز كتير، واتكلم عن الموضوع كأنها حاجة عادية، كأنك بتختار طماطم.